مساء الفل. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نقطة بس كده على السريع حبيت اتكلم فيها. زمان كان الانسان بيموت فكنا بنقول الانسان سيرة. ليه بقى؟ لان الانسان خلاص بيختفي، ما بنشوفوش تاني. ولو ليه صورة ولا صورتين مع شخص بيبقى الصورة دي مع شخص واحد او مع اهله في بيته، وصور كرتون وبعد شوية بتتقطع او بتترمي، او البوم صور بيتحط يعني في وسط الكراكيب، او ما بنلاقيهوش بعد كده او بيضيع او وات ايفر يعني. ده كان زمان. عشان كده يقول لك الانسان سيره، ده مره عمل، ده مره راح، ده كان بيعامل الناس كويس، ده كان بيعامل الناس وحش، فيقول لك الانسان سيره. لكن دلوقتي الانسان موجود حتى بعد ما مات. يعني انا مثلا الشهيد احمد شحاته مثلا كان صديق يعني، ومعرفتي بيه كانت كويسه. انا كنت بيوحشني جدا، فبفتح الواتساب، هو كان باعت لي فويسز فبسمع صوته. فراجل استشهد خلاص مش موجود معانا، بس انا بقدر اسمع صوته. لما بحب اسمع صوته بسمع صوته، بيني وبينه فويسز كتير جدا فبسمع صوته. فالبني ادم دلوقتي موجود بسبب السوشيال ميديا. هو موجود في فيديوز، موجود في صوت هو بعته على الواتساب، موجود في لقاءات في التلفزيون، موجود في مسلسلات، موجود في افلام، موجود في ان هو كان بيعمل حاجات على التيك توك. موجود، هيفضل موجود. لكن الحاجة بقى اللي بتشغلني الايام دي، هو احنا هنسيب ايه لما نمشي؟ انت سبت لنا ايه؟ يعني لما نعمل سيرش عنك كده، ولا نخش على صفحتك على الفيسبوك ولا انستجرام، او ندخل على التيك توك، هنشوف ايه بقى؟ انت سبت لنا ايه يا معلم؟ واللي انت سبته لنا ده هينفعك وهينفعنا، ولا هيكون بالنسبة لك حاجة ويبقى تقول يعني يا ريت ارجع الدنيا بس نص ساعة عشان امسح الحاجات دي كلها، او يا ريت ارجع الدنيا نص ساعة عشان ازود من الحاجات دي ويبقى عندي منها كتير، لان انا كنت بنفع الناس ونفعت نفسي وقلت كلام مفيد وعملت حاجات. ما بقولش نعيشها جد، ولا نقفش، ولا نبقى قفوشين، ولا يبقى الكلام كله جد، ولا اننا ما نهزرش ونضحك. انا بهزر وبضحك وبغني وبتصور وبعمل كل الحاجات دي وبنزلها على الصفحات. بس انا بفكر نفسي وبفكرك وبفكرك وبفكركم كلكم، ما تنساش انت سايب ايه، ما تنساش الحكايه دي. فلو سايب حاجه مش احسن حاجه، سيب جنبها 10 حاجات ليهم لازمه. لو الدنيا خدتك وسبت لنا حاجتين 3 وحشين، فسيب لنا 20 30 حاجه كويسين. عشان موضوع انت سايب ايه ده موضوع مهم جدا، خلي بالك منه وما تسرحش. السلام عليكم.